لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الرحمن علم القرآن إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالجن كلهم قالوا ولا بشيء من آلائك رب نكذب فلك الحمد. الصحابة سكتوا. النبي التفت للصحابة قال لهم ما لكم؟ إن إخوانكم من الجن كانوا أحسن منكم جوابا. جن قالوا ولا بشيء من آلائك رب نكذب فلك الحمد، أنتم شو اللي ساكتين؟ يا سبحان الله. فلازم ننتبه الآن إلى الرسالة. بدكم تحملوا رسالة سيدنا رسول الله. يلي بيحمل الرسالة أخذ من إمداد رسول الله، ويلي ما أخذ من الرسالة قطع عنه هذا الإمداد. فصلى الله تعالى على رسول الله المبلغ لهذه الرسالة. النبي أمرك أن تبلغ الإسلام، فأنت رسول الله. لما النبي أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ كيف تحكم؟ كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال له فإن لم تجد؟ قال له فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله. قال له فإن لم تجد في السنة؟ قال اجتهدوا برأيي، اجتهاد لا أهل بذل جهدي. فضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رسول الرسول، أنت مرسل من رسول الله، أمرك بتبليغ الدعوة، قوم إلى تبليغ الرسالة. أنت حامل رسالة من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. اسمعوا ما أحلى هالحديث. هالحديث شو فيه؟ بلغوا عني ولو آية. هالحديث بلغوا هذا تكليف، بلغوا تكليف. عني هذا تشريف. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية. نقرأ 500 مرة الحديث. بلغوا شو قلنا عنا؟ تكليف، أمر كلفك فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وعني شرفك أنه رح تحمل عني هالرسالة. النبي رح يحملك هالرسالة. أي شرف هذا يا ابني تحمل رسالة النبي؟ مين أنت؟ هذا التشريف. ولو آية تخفيف، خفف عنا ولو آية.